إحسان بن علوش الفتاة المغربية الشجاعة اللي صارت رمز يلهم الجميع. تدور هذه القصة حول التحدي والشجاعة والإرادة القوية. إحسان واجهت خوفها وخجلها وتحولت إلى بطلة حقيقية. ابتدت رحلتها من كانت طفلة صغيرة. رغم خوفها وخجلها من التحدث أمام الناس، كانت تعمل بجد على تحسين شخصيتها. حلمها كان أنها تصير صحفية وتقدم لقاءات وتظهر على الشاشة. بس من خلال نشر مقاطع الفيديو بدأت إحسان تتفاعل بشكل أكبر مع الجمهور وتقلل من خوفها، لين ما أحد المحتاجين قال سنموت عطشا. جابت إحسان المعدات اللازمة لحفر بئر في إحدى القرى النائية في المغرب. تم حفر هذا البئر كجزء من سلسلة آبار حفرت في المغرب والنيجر وبلدان أخرى، وشاركت في تنظيم حملات لمساعدة المحتاجين. قدمت مساعدات إنسانية مثل الأدوية والمواد الغذائية والملابس في مناطق مختلفة في ريف حلب السورية، واشتغلت كمتطوعة في حملات الإغاثة، وقامت ببناء مساكن للنازحين، ووراها زيارات مؤثرة لمستشفيات الأطفال ومرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة. نظمت موائد إفطار للصائمين بالإضافة إلى مبادرات إنسانية رائعة. فهي ما تبغى تتفاخر بإنجازاتها، رغبتها أكثر في إيقاظ الجانب الإنساني في نفوسنا جميعا. وأكيد العطاء والإحسان للآخرين هما العملة الحقيقية اللي ما تتقدر بثمن. فهل تعرفون شخص مثل إحسان بن علوش يستحق أن يرشح لجائزة صناع الأمل؟